كشفت تقرير صحفية بريطانية أسباب تعثر انتقال الجناح المغربي الدولي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث ارتبط صاحب 30 عام بالرحيل عن تشيلسي مرتين، فكانت الأولى في فترة الانتقالات الشتوية لنادي باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، والثانية في هذا الصيف لنادي النصر السعودي. وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن حكيم زياش خضع للفحص الطبي قبل التوقيع لنادي النصر، إلا أن الفحوصات أثبت ظهور مشكلة في الركبة. أما النقطة الثانية تتمثل في رغبة زياش الحصول على راتب سنوي يقدر ب9 ملايين جنيه استرليني، في المقابل جاء عرض النصر ب8 ملايين جنيه استرليني. وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت في الساعات الأخيرة تعثر المفاوضات بين نادي النصر وزياش بسبب الاختلاف في بعض الأمور دون توضيح أسباب أخرى. ومن الجدير بالذكر أن زياش يلعب في صفوف تشيلسي منذ 2020 بعدما جاء من صفوف أيكس الهولندي، حيث يمتلك الجناح المغربي عقدا حتى صيف 2025. ويعتبر الموسم الماضي الأسوأ بالنسبة لزياش، حيث تراجع مستوى وأرقام الدولي المغربي مع فريقه بعدما صنع 3 أهداف فقط من أصل 24 مشاركة في جميع المسابقات.